الخارجية السعودية تفاجئ المغتربين بخبر صادم يمنع نهائيا استخراج تأشيرة زيارة إلا بشرط، وهي خطوات وشروط استخراج زيارة لأقاربك في المملكة العربية السعودية، حيث قد شرحنا لكم من خلال هذا المقال التفاصيل الكاملة حولها. وهي البقاء في المملكة هي الشروط استخراج فيزا زيارة، والتي حددتها وزارة الخارجية السعودية أن يكون قد مر على إصدار جواز السفر المتقدم 6 أشهر ولا يكون أقل من ذلك، وتقديم صورة من الصفحات الرئيسية في جواز السفر، وتقديم صورة شخصية بخلفية بيضاء، تقديم أوراق تثبت صلة القرابة بين الطالب زيارة ما بين المقيم في المملكة، ثم الدخول للموقع إلكترونيا من هنا والتقدم بطلب الفيزا، ويتم التصديق على الطلب عن طريق مكتب الغرف التجارية عند أخذ الفيزا، ويتم دفع الرسوم اللازمة والتي نذكرها لكم. وهي طريقة التقديم: بعد الدخول للموقع السابق يجب إنشاء حساب شخصي والمقيم بالمملكة والتسجيل فيه، وتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالشخص المقيم، ولابد من تسجيل بيانات الزوار وجهة علمها، وحفظ رقم الطلب ومعلومات الاستخدام حتى الاستعلان به. وأيضا الخبر الصادم: حددت وزارة الخارجية السعودية الرسوم اللازمة دفعها حتى يستأني المسافر الإقامة، ونتعرف على الرسوم كلها. وهي إن كانت المدة من 14 يوم ل3 أشهر يتم دفع 300 ريال، وإذا كان المدة 6 أشهر يتم دفع 3000 ريال، وإن كانت المدة سنة كاملة يتم دفع 5000 ريال، وإذا كان المسافر سيقيم لمدة عامين سيتم دفع 8000 ريال. والخارجية السعودية تفاجئ المغتربين.